الشيطان عمل نفسه واحدة ست وأقنع الراهب إنه يتجوزها لحد ما اكتشف الكارثة. القصة دي مش مجرد حكاية، دي واحدة من أخطر القصص التحذيرية اللي اتسجلت في تاريخ الكنيسة. قصة بتكشف إزاي قديس عظيم راهب سايح قضى عمره في الصحراء بعيد عن أي خطية سقط، والسلاح اللي الشيطان استخدمه عشان يوقعه ما كانش شهوة ولا فلوس، السلاح كان آيات من الكتاب المقدس نفسه. الشيطان استخدم كلام ربنا عشان يبرر له الخطية، عشان يزين له الغلط، وعشان يخليه يمشي في طريق الهلاك وهو فاكر إنه ماشي في طريق ربنا. الكارثة دي كلها حصلت بسبب إنه نسي آية واحدة، آية كانت هي مفتاح سقوطه وممكن تكون هي مفتاح نجاتك أنت. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. اللي هتسمعه دلوقتي مش قصة قديس وبس، ده كشف الأخطر استراتيجية بيستخدمها عدو الخير، استراتيجية بتشتغل على نقطة ضعف موجودة في كل واحد فينا. ركز في كل كلمة جاية، لأن القصة دي ممكن تكون الفرق بين نجاتك وسقوطك. ده خلاه يوصل بإرادته الكاملة إنه ينكر الإيمان اللي عاش علشانه أكتر من 30 سنة في الصحراء. طب إزاي وصل لكده؟ الشيطان استخدم ضده ست جميلة وقصر وهمي، والأخطر من كل ده استخدم ضده آيات من الكتاب المقدس نفسه عشان يقنعه. دي ما كانتش مجرد تجربة عبرة، دي كانت خطة جهنمية اتفصلت على مقاسه بالملي، خطة استمرت سنين طويلة، والشيطان كان بيلعبها معاه زي أستاذ شطرنج بيحرك كل قطعة في مكانها بالظبط عشان يوصل للحظة اللي يقول فيها كش ملك. النهاردة هنحكي القصة الكاملة، قصة أخطر فخ نصبه الشيطان عشان يوقع واحد من أعظم القديسين، قصة الأنبا موسى السايح. والآية دي هي مفتاح كل اللي حصل وهيحصل. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة. الآية اللي بدأنا بيها دي هي مفتاح القصة كلها، قصة بتحفر في القلب والعقل، قصة القديس العظيم الأنبا موسى السايح. القديس موسى ده ما كانش راهب متعلم ولا فيلسوف، ده كان راجل بسيط قوي، قلبه أبيض زي اللبن، اتربى على حب ربنا ومساعدة الغلابة، وكان أي حاجة في إيده بيديها من غير ما يفكر. ولما كبر شوية ابتدى يسمع عن حياة السواح. استنى هنا، يعني إيه سايح؟ عشان الكلمة دي مهمة قوي في قصتنا. لا طبعا مش سايح يعني تورست بيروح يصيف، سايح في الرهبنة، دي أعلى درجة ممكن إنسان يوصل لها في الحياة مع ربنا، دي درجة الأبطال. السايح ده مش مجرد راهب عايش في دير وسط إخواته الرهبان وبيصلي ويشتغل، لا، ده واحد بياخد قرار بإرادته الكاملة إنه يقفل على نفسه باب العالم ويرمي المفتاح، بيطلع الصحراء لوحده ويشوفش وش بني آدم تاني طول حياته. تخيل معايا كده 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة عايش لوحدك في الصحراء القاسية، لا بتتكلم مع حد ولا بتشوف حد، صاحبك الوحيد هو ربنا، أكلك من عشب الأرض اللي طعمه مر، وشربك من الندى اللي بينزل بالليل، وصلتك لربنا ليل ونهار، خلوة كاملة أنت وربنا وبس. زي مين سمعنا عنهم؟ الأنبا بولا أول السواح، 80 سنة في الصحراء. الأنبا كارث 50 سنة ما شافش إنسان. القديسة مريم المصرية
أكتر من 30 سنة. دي حياة ناس قلبها داف في حب ربنا لدرجة إنهم مش محتاجين أي حاجة تانية في الدنيا. وموسى البسيط ده قلبه اتأدب حب الحياة دي وقرر إنه هيكون واحد منهم. وفعلا خرج موسى للصحراء. بس تفتكروا الموضوع كان سهل؟ لا طبعا، دي كانت رحلة عذاب، شهور ويمكن سنين بيتعذب وبيتعلم ازاي يعيش لوحده. رجليه اتهرت واتقطعت من الصخر والزلط، جسمه اتجرح، كان بيقع ويغمى عليه من الجوع والعطش، بس كان بيقوم تاني. عارف ليه؟ عشان ربنا كان سنده. وربنا لما بيلاقي القلب الصادق ده بيديله نعمة خاصة. الأكل بتاعه كان عشب من البرية، بس عارف طعمه كان إيه بقه؟ عسل. ربنا كان بيحول طعم المرارة لحلاوة. عاش سنين على الحال ده، حوالي 30 سنة، وصل لدرجة روحانية عالية جداً. بس تفتكروا مين اللي كان قاعد بيتفرج عليه ومتغاظ وهيطق من الغيرة؟ أكيد الشيطان. الشيطان عمره ما بيوقع حد مرة واحدة، ده أسلوب الفشلين. الشيطان فنان في الصبر، ممكن يستناك 5 سنين و10 سنين عشان يوقعك في خطية واحدة بس تكسرك. الشيطان بقى قعد يخطط له خطة مخصوص. قالك الراجل ده بسيط بس ماسك في ربنا جامد، لو ظهرت له في وشه هيرش الصليب ويطيرني. لا، أنا هلعبها صح، هشتغل على نقطة ضعفه، البساطة بتاعته دي، هعتمد على إنه مش فاهم قوي وهدخله من مدخل الطموح الروحي، زي ما بيعمل معانا بالظبط. يخليك تنجح قوي في شغلك وفلوسك تزيد وتبقى مشغول جدا، وفجأة تلاقي نفسك بطلت تروح الكنيسة، بطلت تصلي، بطلت تقرأ في الإنجيل، خلاص بقيت جاهز للوقوع. هو ده اللي كان بيخطط له. وابتدت الخطة. الشيطان بدأ يظهر للأنبا موسى على شكل راهب شيخ كبير في السن، ماشي في الصحراء من بعيد كده، يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. مرة ورا مرة الأنبا موسى بقى عنده فضول وشوق رهيب إنه يكلم الشيخ الوقور ده وياخد بركته. خلاص أول طعم نجح. بقى الأنبا موسى كل ما يلمحه يجري وراه، بس الشيخ يختفي، لحد في مرة الشيطان قرر يستناه. جري عليه الأنبا موسى وقاله بلهفة: يا أبي القديس، أنا نفسي أتعرف عليك واخد بركتك، أنا بقالي 30 سنة في البرية دي، بس لسه بتعلم ونفسي أتعلم منك. الشيخ اللي هو الشيطان ما ردش عليه، عمل نفسه مشغول في الصلاة والخشوع. الأنبا موسى فضلوا ماشي وراه ومصمم، بس لاحظ حاجة غريبة: كل ما يجي هو يصلي أو يقول يا رب أو يعمل مطنية، الشيخ ده يختفي. بس من بساطته مش قادر يربط بين صلاته واختفاء الشيخ. فلما قال له: يا أبي، أنا كل ما باجي أصلي مش بلاقيك ليه؟ الشيطان رد عليه بكل هدوء وثقة: يا ابني، أنا بقالي سنين طويلة جدا في البرية دي وما بحبش أصلي مع حد، صلواتي لها طقوس خاصة بيا لوحدي. الكلام ده كبر الشيخ قوي في عينين الأنبا موسى. قال له: يا الله، ده قديس عظيم قوي بقى، ده أنا لازم أتعلم منه. وبكده تاني طعم نجح، كسب ثقته أماماً. سنة ورا سنة والشيطان في صورة الشيخ بقى صاحب الأنبا موسى. وفي يوم الأنبا موسى سأله: يا أبي، احكي لي قصتك. وهنا بدأت حبكة الفيلم الشيطاني. قال له: أنا يا ابني كنت راجل غني جدا وعندي قصور وأملاك، بس كنت عايش في الشر وبعيد عن ربنا، وتبت وقررت أسيب كل حاجة واتوحد في واحد من قصوري البعيدة عن المدينة عشان أعبد ربنا. الأنبا مبهور بالقصة، توبة عظيمة. الشيطان كمل: وعلى فكرة أنا هوريك القصر ده، هنروحه سوا.
وفعلا فجأة وهم ماشيين في الصحراء لقى قدامه قصر فخم جدا، حاجة كده من اللي بنشوفها في الأفلام. انبهر الراجل الغلبان، دخله والشيطان بيفرجوا عليه. وهم بيتفرجوا لمح الأنبا موسى بنت جميلة ماشية في القصر. اتخض، ايه ده، في حد تاني هنا؟ الشيطان قال له بكل هدوء مزيف: يا ابني ما تخافش، أنا ما كنتش عايزة أقولك. فاكر لما قلتلك إن كان عندي أولاد من الزنا؟ بعد ما تبت جات لي واحدة من اللي غلطت معاهم ومعاها بنت، وقالت لي دي بنتك ورمتها لي، فربيتها في خوف ربنا، وهي بنت قديسة وجميلة. جاب البنت وعرفهم على بعض، ومن هنا بدأت الكارثة. الشيطان قال له: أنا خلاص أيامي في الدنيا قصيرة وهموت، وأنا عاوزك تتجوز بنتي دي عشان تاخد بالك منها. الأنبا موسى صرخ: أتجوز إزاي؟ أنا كرست حياتي لربنا. وهنا الشيطان طلع سلاحه الأقوى، الكتاب المقدس. قال له: يا ابني ربنا مش ضد الجواز، شوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبابنا القديسين كانوا متجوزين وأغنياء وربنا كان بيحبهم، الجواز مش خطية. وقعد يجيب له آيات من الكتاب المقدس يثبت بها كلامه. والشيطان للأسف حافظ الإنجيل أكتر مننا كلنا وبيعرف يستخدمه ضدنا. الأنبا موسى ببساطته وعدم دراسته لقى الكلام منطقي ومقنع ووافق، حط إيده في إيد الشيطان وخلاص تجوزه. تاني يوم الشيطان عمل نفسه بيموت ووصل الأنبا موسى يدفنه. ولما الأنبا موسى جه يغطيه طلعت من تحت الغطا ريحة وحشة جدا، ريحة جهنم نفسها، طلعت في وشه ورماها على الأرض وأغمى عليه. لما فاق لقى نفسه لوحده في الصحراء، لا في قصر ولا بنت ولا أي حاجة. عرف إن الشيطان ضحك عليه. هنا بقى الشيطان بدأ المرحلة التانية من الخطة، حرب اليأس. بقى يوسوس له: يا عيني عليك، وافقت تتجوز، ضيعت بطولتك، كسرت ندرك، خلاص راحت منك القداسة. جه الأنبا موسى ياكل من عشب البرية تاني، لقاه مر جدا، النعمة راحت منه. الحيوانات اللي كانت أليفة معاه بقت تخاف منه وتهرب، بقى لوحده بجد. قال: أنا لازم أرجع لأقرب مدينة أجيب أكل، مش هقدر أعيش كده. وفوراً الشيطان جهز له المرحلة التالتة. لقى قافلة ماشية في الصحراء، صاحب القافلة وده الشيطان تاني في صورة إنسان، قال له: تعال وصلك. وفي الطريق الأنبا موسى حكاله حكايته. الراجل قال له: يا عم توحد إيه وبتاع إيه، مفيش الكلام ده دلوقتي، الجواز أحسن حاجة. وقعد يشككه في كل إيمانه. وصله لغاية مدينة وقال له: اقعد جنب البير ده وهيجي حد يستضيفك. وفعلا جت واحدة ست جميلة جدا، ودي شيطانة تالتة، خدته بيته، أكلته وشربته وغسلت له رجليه وعملته بمنتهى الحنية، وكملت عليه: انت خلاص راحت منك القداسة، مش هتعرف ترجع، اتجوزني وانا غنية وهخدمك طول عمري. وصدقها المسكين. قالت له: بس في شرط صغير، أنا يهودية، وفي الفترة اللي انت كنت فيها في الصحراء دي المسيحية انتهت وكل الناس بقت يهود، لازم تبقى يهودي زينا. وقعدت تثبت له من الكتاب المقدس برضو إن اليهودية هي الصح. وللمرة التانية المسكين السذاج اللي اعتمد على فهمه صدقها وأنكر مسيحه. قالت له: تعال معايا أوريك أهلي ونتجوز. فضل ماشي وراها في الصحراء، طلعت بيه على جبل عالي جدا، هو كان بيموت من التعب وهي ولا الهوى. ولما وصلوا لقمة الجبل في مكان مقطوع ومخيف، بصت له بضحكة انتصار مرعبة وقالت له: يا موسى يا مسكين، سذاجتك هي اللي ضيعتك،
أنا الشيطان اللي ظهر لك في صورة راهب، وأنا اللي خلقت لك قصر وبنت من الوهم، وأنا اللي خدتك من الصحراء للعالم، وأنا اللي خليتك تنكر مسيحك. كل حياتك ضاعت، بطولتك، قداستك، إيمانك، كله راح. ربنا نفسه بيكرهك دلوقتي، مالكش أي أمل في التوبة، وهتموت هنا لوحدك ومصيرك جهنم. واختفت وهي بتضحك. اتركن الأنبا موسى على الجبل محطم مكسور لوحده، عارف إنه خسر كل حاجة، لكن في وسط الظلمة دي، في عز اليأس ده، افتكر حاجة واحدة. افتكر إن إلهه حتى لو هو أنكره هو إله رحمة ومغفرة. صرخ من كل قلبه وهو بيبكي بدموع دم: يا رب، أنا عارف إني هموت هنا، بس أرجوك اقبل توبتي. أنا آسف إن اعتمدت على فهمي وعلى قوتي وما سألتكش. اغفر لي يا رب، رحمتك أوسع من خطيتي. فضل على الحال ده شهور وسنين، بيبكي وبيتوب توبة من كل قلبه. وربنا الإله الحي اللي رحمته ملهاش حدود قبل توبته. أرسله أبونا صموئيل كاهن البرية وقتها، راح له وقال له: يا أبي موسى، ربنا بعتني ليك عشان أقولك إنه قبل توبتك ومكانك محفوظ. بكى الأنبا موسى واعترف بكل حاجة لأبونا صموئيل، وأبونا قراله التحليل. وبعدها ربنا فتح عينيه فشاف كنيسة تحت الأرض، كنيسة ما بيشوفها غير السراح القديسين. نزل صلى وتناول، وبعد ما تناول حس إن رحلته خلصت. أبونا صموئيل وراله مقبرة الآباء السراح عشان ياخد بركتهم. نزل الأنبا موسى، وبعد شوية أبونا صموئيل دخل وراه، لقاه نايم وسط القديسين، إيده على شكل صليب وروحه صعدت للسماء. الأنبا موسى السايح وقع، أيوة، لكنه قام ورجع أقوى من الأول، لأن في المرة التانية ما كانش معتمد على قوته، كان معتمد على قوة ربنا ورحمته. عشان كده قصته بتعلمنا الدرس الأهم: توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد. مهما كنت فاهم أو قوي أو قديس، من غير ربنا أنت ولا حاجة. القصة العظيمة دي اللي بتورينا قد إيه الحرب الروحية شرسة، وقد إيه رحمة ربنا واسعة، إحنا عرفناها منين؟ القصة دي رواها أبونا القمص بيشو الأنطوني، وقال إنه قراها في واحدة من المخطوطات القديمة النادرة اللي كانت محفوظة في دير الأنبا تادرس الشطي، مخطوطة بتحكي كنوز من حياة القديسين، ومن ضمنها قصة الأنبا موسى السايح اللي حكيناها النهاردة. ربنا يدينا نعمة إننا نتك عليه بكل قلبنا، ويبعد عننا حروب العدو الخفية. لإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.